جاهزون يا أطفال؟ أي أي كابتن. لا أسمعكم. أي أي كابتن. أوه! من يسكن البحر ويحبه الناس؟ سبونج بوب سكويربيت. لونه أصفر مربع حساس. سبونج بوب سكويربيت. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا كلنا عارفين كرتون سبونج بوب ومعظمنا اتعلق بيه من وهو صغير. انا ذات نفسي شحط اهو لسه بتفرج عليه. لكن انت تعرف ان كرتون سبونج بوب اللي كلنا حبيناه من واحنا صغيرين ليه قصه مأساويه، وان معظم شخصيات الكرتون زي سبونج بوب وبسيط وشفيق وانهم كان عباره عن معاناه في عالمنا الحقيقي، لكن ارواحهم انتقلت للكائنات البحريه اللي هم عليها دلوقتي، وان كل واحد من الشخصيات دي ليه قصه ونهايه مأساويه. وانا النهارده هحكي لكم قصص الشخصيات الحقيقيه. نبدا بالشخصيه الاولى واللي هي سبونج بوب. الشخصيه الحقيقيه كان طفل اسمه بوب وعنده 14 سنه، والطفل ده كان محبوب من كل الناس وكان مشهور انه بيساعد المؤسسات الخيريه، وكان دايما بيحب مساعده الناس والفقراء والمحتاجين. ولكنه في يوم من الايام بتجيله عجله كهديه واللي كان بيستعملها في انه يوصل البريد في المدينه بتاعته. ولكنه في يوم من الايام وهو سايقها بيقع من فوق منحدر عشان يخش في غيبوبه لمده اسبوعين بسبب الحادثه اللي حصلت له دي، عشان بعديها يودع الملاعب ويتعمل له جنازه من الجمعيه الخيريه اللي كان بيساعدها. عشان كده دايما تحس ان شخصيه سبونج بوب في المسلسل طفل صغير كده ولطيف ومرح، مع ان صناع المسلسل قالوا ان سبونج بوب سنه الحقيقي 38 سنه. نخش على الشخصيه التانية واللي هي بسيط، واللي بيكون طفل اسمه جون وهو عنده 10 سنين واقع على دماغه، وده اللي تسبب له باصابه في دماغه خلت استيعابه ضعيف وذكائه قليل. الطفل ده بيكون الصديق المقرب للطفل الاولاني اللي اسمه بوب، والولد ده بسبب المشاكل اللي كانت عنده في عقله كان غبي جدا ومؤذي للناس، ولكنه كان طيب ولطيف مع شخص واحد بس واللي هو صديقه بوب. ولكنه في يوم من الايام جون قرر يعمل حاجه غبيه ما عملهاش قبل كده، واللي بسم الله ما شاء الله عليه قرر يطلع فوق سطح بيتهم وينط من فوقيه. على العموم وانا صغير حاولت كتير اجربها ونط واطير زي سوبرمان، بس الحاج كان بيحبطني ويقول لي لازم يبقى عندك ريش الاول، وانا زي المتخلف بكل الطرق كنت بحاول يبقى عندي ريش. كنت طفل معاق ذهنيا اقسم بالله. المهم بسبب الوعي الجامده اللي على دماغه دي بتخليه يودع الملاعب. عشان كده دايما بنلاحظ ان شخصيه بسيط ما بتفكرش قبل ما تعمل حاجه، وان صديقها الوحيد هو سبونج بوب. ننتقل لتالت شخصيه واللي هي شفيق حبار، والشخصيه الحقيقيه بتاعته بيكون اسمها دان. وشخصيه دان دي من وهي صغيره كانت بتعاني من مشاكل في شكل اطرافها، وده اللي خلى معظم الناس والاطفال اللي معاه في المدرسه يتنمروا عليه وعلى شكله الغريب ده، وده السبب اللي خلاه وحيد ومنعزل عن الناس، وده اللي خلاه في معظم الاوقات وحيد وقاعد لوحده وبيعزف على آلته الكلارينيت، واللي احنا دايما بنشوفها مع شفيق حبار في المسلسل. ده غير انه كان عنده تشوه خلقي من وهو صغير مخلي عضله القلب عنده بتشتغل ببطء. ده غير ان كان عنده لعبه صغيره بيحبها قوي، لكنه في يوم من الايام تخيلها وهو نايم انها بتحاول تخلص عليه، وده اللي تسبب له بسكته قلبيه خلته يودع الملاعب هو كمان. عشان كده دايما بنلاحظ ان شخصيه شفيق في المسلسل منعزله وبعيده عن الناس وما بتحبش حد. نخش على الشخصيه الرابعه واللي هي مستر سلطع، والشخصيه الحقيقيه بتاعته كان اسمها جيم. جيم ده كان من عائله غنيه جدا ومعاها فلوس، وبما انه هو كان المسؤول عن الفلوس في العيله فقرر ياخدها في يوم من الايام ويهرب. للامانه دي اكتر شخصيه بحترمها وبقدرها في المسلسل ده لانها بتحب الفلوس، وانا كمان بحب الفلوس. هتقولي انت غلطان وفي حاجات كتيره اهم من الفلوس وبعدين ده حرامي. هقولك عيش حرامي وغني احسن ما عيش فقير وشريف، واللي عاوز يعاركني يعاركني. المهم جيم ده بعد ما بياخد فلوس عيلته وبيخلع عيلته كلها بتفلس وبتنهار. ده غير ان جيم ده كان شاري حوت بمبلغ ضخم جدا، واظن الحوت ده قصدهم بيه على بنته اللي هي الحوته دي، انا مش فاكر اسمها ايه دلوقتي الصراحه. لكنه في يوم وهو بينقل فلوس صفقه كبيره كان عاملها وقع عليه صندوق خشبي مليان فلوس، وده اللي خلاه هو راخر يودع الملاعب، وخلاني انا شخصيا ارجع في كلامي واشوف ان الحياه حلوه برضه. اصل يا اسطى مفيش حرفيا موته اسوأ من دي، انت واقع على دماغك صندوق فلوس. او بعد تفكير الصراحه هي موته غاليه شويه او يعني نظيفه. المهم عشان كده دايما بنلاحظ ان شخصيه مستر سلطع في الكرتون جشعه وبتحب الفلوس. المهم نخش على خامس واخر شخصيه واللي هي السنجابه اللي كان اسمها ساندي دي، واللي كان اسم الشخصيه الحقيقيه بتاعتها سالي. والصراحه معرفش ليه غيروا اسم سالي لساندي مع اني شايف ان سالي احلى بكتير. المهم سالي دي كانت بنت ذكيه جدا ومجتهده وبتحب العلم، ده غير انها شاركت في مسابقات علميه كتيره وحصلت على المركز الاول فيه بسبب ذكائها. ده غير انها كانت محترفه في الكاراتيه والفنون القتاليه. ده غير انها كانت بتساعد ناس كتير سواء في التعليم او التدريبات. لكنها في يوم من الايام كانت بتتعارك مع حد والشخص ده اداها ضربه على صدرها خلتها تودع الملاعب هي كمان. عشان كده دايما بنلاحظ ان الشخصيه دي في المسلسل قويه عن انها تبقى بنت، ده غير انها تعتبر من اذكى شخصيات المسلسل. وبس هو ده كان الفيديو. اسف جدا ان انا بقالي فتره طويله ما بنزلش، بس منها لله يعني النت كان قاطع. بس ان شاء الله هنحاول ننزل فيديوهات اكتر الفتره الجايه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عاوزين الفيديو الجاي عن ايه. وسلام.